هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هكلمكم عن كومباكت باودر بتاعه كاترس. فتابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. فيديو النهارده يا بنات عن الكومباكت باودر بتاعه كاترس، اللي هي دي اللي هي اول مات لاست اب تو 12 hours. الدرجه دي اسمها ساند بيج 025، اللي هي الدرجه دي. هوريكم شكلها، وطبعا وقعت مني فاتكسرت. ايه، نتخيل اللون يعني اهو. تمام. اول حاجه ملمسها ناعم جدا جدا جدا. تمام. شكلها على البشره فعلا بتدي اللوك مات، مشفوش لمعه خالص. بتشرب الزيوت الى حد ما، مناسبه جدا للخروج، مناسبه جدا للاستخدام الشخصي. تعالوا نشوف شكل اللون على البشره. دي الدرجه اللي هي 25. شايفين؟ انا بعمل بصابع ايدي عادي. استنى ما نجيب سبونج هوريكم شكلها. تعالوا نشوف شكلها بالسبونج اهي. شايفين؟ طبعا يا بنات شايفين الشكل عامل ازاي تحت العين، نورت تحت العين، على الرغم ان انا بس حاطه الكونسيلر اللي هو بتاع درماتيك. ده اللي انا كنت قايله لكم عليه ان انا ما بنزلش من غيره. طبعا شكلها يعني خلت شكل تحت العين جميل. انا يعني بصوا هنا، خلينا نشوف هنا. طبعا دي التي زون اللي دايما بتبقى شكلها، شايفه اللمعه بتاعت الكم مع الاضاءه؟ شايفين هديتها ازاي؟ شايفين اللوك؟ تحس ان هو بدا يظهر شويه. انا اصلا يعني في العادي مش بحط ميك اب، يعني بحط حاجات بسيطه كده وخلاص. انما ان انا احط فاونديشن باودر والكلام ده لا، مش بحط. بس وكان طبعا انا جربتها معاكم اهوت شكلها لا حلو جدا. ودي موجوده لسه متوفره في ستاند بتاع كاترس ده. بس طبعا انا بقول لكم وقعت مني اتكسرت. بس وكده كان سعر، وكمان سعرها هيبقى مناسب، وكمان حجمها مناسب ان انت ممكن تتحركي بيها وتحطيها في الشنطه. بس انا يعني هي مشكلتها ان هي ملهاش علبه تحميها اكتر. هي يعني احسن ما تتحركش كتير، لان انا لما جيت حركتها من مكان لمكان، يعني من البيت اللي جبتها الاستوديو وقعت. كانت سهل ان هي تتكسر يعني. بس وبكده اكون خلصت الفيديو. يا رب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار ان نزلت فيديو جديد. استنوني الفيديو الجاي. باي باي.